من أمام الكوبري العلوي بالجمعية الأهلية ومسجد الحاج عبد المنعم النجار. ده أنا أهوت يا جماعة، ده المسجد بتاع الحاج عبد المنعم النجار، وأمام الكوبري العلوي من اتجاه يعني ناحية المقابر. الكوبري ده كان يا جماعة تم إنشاؤه من أجل إن يسهل عبور الطلبة والمدرسين لمجمع المدارس اللي موجود في الجنة دي. مجمع المدارس ده يعتبر في الجنب الثاني أو الشطر الثاني على الشطر الأيمن من البحر الجديد. عارفين إن كل منطقة الجمالية مقسومة لجزئين، البحر شاطرهم جزئين، جزء فيه معظم المصالح والمدارس، والجزء الآخر فيه 90% من أو أكثر من 99% من المساكن. فكان ضروري إن احنا نعمل الكوبري ده عشان خاطر الطلبة، لأن كان ناتج حوادث كتير جدا، والكوبري خلاص اتعمل وبدأ الطلبة يعني ترتدي الكوبري والناس ترتدي الكوبري، الى ان تم اهماله والناس خلاص ما عادش بتطلع الكوبري ده، يعني بسهوله كده يعدي الرصيف وخلاص ويروح المدرسه بتاعته. طيب الكوبري اللي حصل له ايه؟ الكوبري ده بدا يتسرق منه الحديد بتاعه، وهيهدد بكارثه على طلبه كتير جدا، يعني هيقضي على طلبه كتير جدا او على اهالي او الناس اللي بتمر من تحت الكوبري العلوي ده. يعني زي ما احنا شايفين كده دلوقتي السرقه اهي، السرقه بيسرقوا الكمر الحديد بتاع الدرج ده الجدار الكوبري اهو، بيبداوا يسرقوا الايه بالحديد بتاع الكمر هنا اهو ده كمر هنا اهو، دي كمر اهي، الدرجه اللي بعدها اهي مفيش فيها كمر، بيسرق الكمر ده كده، بيخلعوا من الجنبين، بيخلع عليه من الجنبين كده ويسرقوا اهو، يخلع من الجنب ده والجنب ده ويسرق. طبعا عشان يسرق الكلام ده لازم يكسر فين؟ في جدار الكوبري. لما يكسر في جدار الكوبري يبقى الكوبري اصبح متهالك ومتصدع في لحظه، ممكن الجدار ده يقع. الجدار ده مثلا ارتفاعه 1.5 متر، في حوالي مثلا 9 متر 10 متر. ده الكوبري حلو اهو، وده مدرسه محمد خالد، مدرسه محمد خالد مدرسه الشهيد محمد خالد الثانوي. طبعا هننزل بقى الاتجاه التاني، بقى اتجاه المدرسة، نشوف المصايب اللي موجودة. كل ده اهو، شايفين الكسر ده كله، التكسير ده كله اهو، ده التكسير كله اهو يا جماعة اهو، التكسير كله اهو يا جماعة عشان يشيل الكمر الحديد. طبعا شال الكمر الحديد كله، مفيش الا كمرتين هم ما تعرفش لهم، مش همشي ده الجدار، خاف الجدار يقع منه اهو. شايفين اهو يا جماعة، شايفين كسر هنا اهو، وكسر هنا اهو، كسر هنا اهوت يا جماعه اهوت اهو، عشان يخلي الكمر. طبعا الحديد اهوت اللي كان مشبوك فيه الكمر بتاع الدرج اهو، مفيش الا درجتين بس اللي عليهم حديد اهو، ده الدرجتين اللي عليهم حديد بس اهو، والباقي كله اتكسر والجدران اتكسر. الجدران ده يا جماعه في لحظه، يعني انا خايف اسند عليه، في لحظه ممكن بس عربيه نقل محمله حاجه وعمل بس اهتزاز بسيط الجدار ده يقع. هيقع على مين؟ ربنا يستر بقى ويقع في الفاضي بعيد عن الطلبه اللي بيبقوا طبعا متواجدين امام المدارس، سواء بنات سواء شباب سواء حتى مدرسين سواء اهالي. ده ممكن يقع يعمل لنا كسر ويعمل مصيبه. طب احنا بننظر الكلام ده ليه يا جماعه؟ احنا بننظر الشيء السيء ده ليه؟ هل احنا غاويين فضايح وغاويين نستصيد اخطاء، ولا احنا بنقول يا جماعه حاولوا تصلحوا معانا ونحاول نتغلب على الناس اللي بتسرق الكلام ده وبتخرب الكلام ده؟ ده بيخرب مال دولة، ده بيخرب مال دولة. مين اللي بيخرب مال الدولة ده؟ واحد متعاطي مخدرات. يعني شايفين المنظر عامل ازاي؟ الكوبري عامل ازاي يا جماعة؟ شوفوا الكوبري عامل ازاي؟ الكوبري ده بقاله مثلا أكتر من 30 سنة ما جروش أي حاجة، لكن بفعل أي طفل أو شاب أو صبي أو بلطجي بيشم مخدرات بقى بالمنظر ده، بقى متهالك. يعني لو شفنا الجنب الثاني، لو انت شفت الفيديو في الجنب الثاني هتلاقي ما شاء الله حاجه نظيفه، حاجه ما شاء الله كان اخد شغل كبير. هتبارك النهارده
اهو بفعل تاجر مخدرات، بتاع متعاطي مخدرات. هتبقى مش تاجر، يعني تاجر يعني معايا الفلوس ومعايا الدنيا كلها، ما خرب الدنيا، خدت بالك. انما ده طفل او شاب او صبي متعاطي مخدرات مكسر الدنيا، مكسر كله اهو. كل ده هيقع، كل الجدار ده هيقع يا جماعه، ده هيقع يا جماعه. شايفين اهو، شايف جدار المدرسه منه اهو. طيب احنا يا جماعه مش غاويين ننشر يعني الشيء السيء او الوجه السيء يعني، او الاخطاء او التجاوزات، لكن احنا بنقول يا جماعه انقاذ ما يمكن انقاذه، انقاذ ما يمكن انقاذه. هنفضل سايبين يعني متعاطين المخدرات والبلطجيه يسرقوا خربوا المقابر وسرقوا البوابات وسرقوا حتى العمود سرقوها، والوقت بيسرقوا الكوبري هذا. الكوبري ده هيتدمر، هيقع على الناس. شايفين يا جماعه؟ شايفين؟ طب نعمل ايه بقى؟ طبعا المواطن دوره مهم، وبالذات الناس اللي ساكنه حوالين الكوبري، او الامن بتاع المدارس. المفترض امن المدارس يعني كان تابع، بس طبعا هو مش مسؤول. والاهالي طبعا بتخاف، يخاف مثلا عيل يرشه بشويه ميه نار، يأذيه، يعمل له اي حاجه. بيتعاطوا سرنج، بيتعاطوا مخدرات هنا، وبيتعاطوا بياخدوا حقن اهي، بياخدوا حقن هنا اهي. يعني السرنجه دي جت على الكوبري ده عشان ايه يعني؟ واكيد في كتير لو دورنا يعني، بس احنا قضيتنا مش السرنجات دلوقتي، وان كان هو ده امر اكيد ان هم بيتعاطوا هنا مخدرات. فيا جماعه يا ريت اي حد مسؤول يتحرك معانا ويشوف موضوع كوبري علوي في الجماليه ده هديه. ولكم كل الشكر والاحترام والتقدير. يا ريت كلنا نشارك، يا ريت كلنا نشير، يا ريت كلنا نشارك بتعليق عشان نقف ضد التجاوزات دي. شكرا، والسلام عليكم ورحمه الله.